في يوم من الأيام كان الديفوبس هو الكلمة السحرية اللي كل الشركات بتدور عليها. أي حد بيقول أنا مهندس ديفوبس الدنيا بتفتح له أبوابها. لكن دلوقتي في كلمة جديدة بدأت تطلع MLOps، والناس بدأت تسأل هو ده بديل الديفوبس ولا امتداد ليه؟ وليه كل الشركات بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي كأنه المنقذ اللي هيغير كل حاجة؟ تعال نحكي القصة من البداية. الديفوبس ظهر علشان يحل مشكلة قديمة، المسافة ما بين الديفلوبرز والاوبريشنز. الديفلوبر عايز ينزل الفيتشر بسرعة والأوبس عايز استقرار، فجه الديفوبس قال تعالوا نكتب الأنظمة ككود، نظبط CI/CD ونخلي البايبلاين هو الحكم. والمعادلة اشتغلت وبقى في توازن ما بين السرعة والثبات. بس مع صعود الذكاء الاصطناعي طلع نوع جديد من التطبيقات، تطبيقات مش بس فيها كود ولكن فيها نماذج بتتعلم وبيانات بتتغير ونتائج مش دايما متوقعة. وهنا بدأ العالم يكتشف ان الديفوبس القديم مش كفاية. هنا ظهر MLOps. MLOps هو نفس فكر الديفوبس ولكن مطبق على عالم الذكاء الاصطناعي. لو الديفوبس بيهتم ببناء ونشر الكود، فالMLOps بيهتم ببناء وتدريب وتقييم ونشر النموذج نفسه. الموضوع شكله بسيط ولكن فيه تفاصيل كتير. تعال نمشي في الرحلة دي خطوة بخطوة. تخيل انك في شركة بتبني نظام بيحلل طلبات العملاء ويتوقع مين هيشتري المنتج. الفريق عنده داتا ساينتست بيجهزوا البيانات ويجربوا خوارزميات او algorithms. بعد كده ML انجينير بياخد النموذج ويحاول يخليه برودكشن ريدي. هنا بيبدأ العذاب الحقيقي. الموديل اللي اشتغل عندهم على اللابتوب بيبطل يشتغل في الكلاود. الداتا اتغيرت، الماتريكس وقعت، والبيزنس بيسأل ليه؟ اللي بيحصل ان مفيش بايبلاين واضح للتعلم ولا للنشر، وهو ده اللي MLOps جاي يصلحه. اول مفهوم اساسي هو ML بايبلاين. بدل ما تعمل تجربة يدوية كل مرة، بتبني خطوات آلية: تجهيز البيانات، تدريب النموذج، تقييم، ثم نشر. وكل خطوة بقت جزء من كود، زي ما الديفوبس بيعمل infrastructure as code، يعني data as code أو model as code. أشهر الأدوات اللي بتبني الخط ده هي Kubeflow، MLflow وArgo Workflows. كل واحدة فيهم ليها طريقتها، بس الفكرة واحدة: خلي الذكاء الاصطناعي ما يعتمدش على الحظ لكن على عمليات واضحة. في Kubeflow مثلا عندك مكونات زي كاتب للتجارب الآلية وبايبلاينز للتنفيذ. بتكتب يامل يحدد كل مهمة: جمع بيانات، تنظيف، تدريب، تقييم، وتنشر كنموذج جاهز وبيتخدم عن طريق الAPI. زي ما قلنا الديفوبس بيعمل CI/CD، اما الMLOps بيعمل train وديبلوي. لكن في فرق مهم وجوهري: السوفت وير بيتغير لما الديفلوبر بيغير الكود، اما الموديل بيتغير كمان لما البيانات نفسها تتغير. يعني كل تحديث في البيانات ممكن يغير نتيجة النموذج. وعلشان كده MLOps في مرحلة اسمها Model Monitoring، بتتابع فيها أداء النموذج في الإنتاج أو في البرودكشن، ولو بدأ يضعف أو يعمل بايس تعمل Retraining. زي ما الديفوبس بيتابع الخدمات ببروميثيوس، MLOps بيتابع النموذج بماتريكس زي Accuracy وPrecision. اللي بيحصل دلوقتي إن العالم بيحاول يخلي الذكاء الاصطناعي يدخل في كل تطبيق. يعني الديفوبس بقى مش مجرد نشر تطبيقات ولكن نشر نماذج ذكاء اصطناعي. وفي المنطقة العربية بدأنا نشوف ده بقوة، خصوصا في الإمارات والسعودية، في مجالات زي الخدمات المالية والصحة. في شركات دلوقتي عندها MLOps teams مستقلة بتشتغل جنب الديفوبس. طيب تعال نبص على التقاطع ما بين الاثنين. الديفوبس بيهتم بالCI/CD، الMLOps بيضيف عليها CT وCM أو Continuous Training و Continuous Monitoring. يعني مش بس الكود هو اللي بيتحدث، لا ده كمان النموذج بيتعلم من جديد كل فترة. وطبعا في تحديات. اول حاجه مثلا البيانات. تخيل تتعامل مع تيرا بايتس من الداتا كل يوم ولازم تحافظ على البرايفسي والكومبلاينس. تاني تحدي الريبروديوسابيلتي، يعني لو نفس الكود اتشغل تاني هل هيدي لك نفس النتائج؟ وده صعب لان البيانات زي ما قلنا بتتغير كل يوم. تالت تحدي الكولابوريشن بين فرق الداتا ساينس والبلاتفورم انجينيرز. كل فريق بيتكلم لغه مختلفه. الداتا ساينتست مثلا عايز نوت بوك والانجينير عايز بايبلاين قابل للنشر. MLOps هو الترجمة اللي ما بينهم، وده اللي بيخلي المهندس اللي فاهم الاتنين بيكون ذهب. لو انت DevOps وعندك خلفية رياضيات شوية او تحليل بيانات تقدر تبقى MLOps انجينير بسهولة. والمجال ده بدأ ينفجر دلوقتي، مرتباته عالية جدا وطلب السوق فيه زيادة. طب ايه هي اشهر الادوات في العالم ده؟ خلينا نقسمها ببساطة. اولا تجهيز البيانات او Data Version Control، عندنا Feast وده فيتشر ستور للداتا فيرجن كنترول. تاني حاجه عندنا التدريب والتجارب، عندنا Kubeflow وكاتب. بالنسبه للنشر او الديبلويمنت عندنا سيلدن وعندنا Ksurf. طيب بالنسبه للمتابعه والمراقبه عندنا Prometheus زائد Grafana او Evidently AI. كل التطبيقات دي بتشتغل مع بعض زي ما الCI/CD بيشتغل مع Jenkins او GitHub Actions.
لكن مش كل الناس محتاجة كل ده من أول يوم. لو أنت شركة صغيرة ابدأ بحاجة بسيطة، سكريبت بايثون مثلا بيعمل تدريب أوتوماتيك كل أسبوع على بيانات جديدة، وخلي النتائج تترفع على جيت هاب. بعد كده ممكن تضيف ستيج للنشر مثلا بفاست اي بي اي أو دوكر. يعني ابدأ من الديفوبس اللي تعرفه وزود عليه لمسات الام ال. طيب دلوقتي في ناس بتسأل هل الام ال اوبس هيستبدل الديفوبس؟ الإجابة لا، هو تطور طبيعي ليه زي ما الديفوبس كان تطور عن السيستم ادمنستريشن التقليدي. كل مرة التقنية بتزيد تعقيد بتحتاج دور جديد يوازن المعادلة، والام ال اوبس هو الدور الجديد اللي بيربط ما بين العلم والهندسة. اللي بيخلي الموضوع مثير ان في تولز كتير دلوقتي بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي جوه نفسها. يعني الديفوبس نفسه بقى فيه اي اي اوتوميشن، زي ما جيت هاب اكشنز بتستخدم كوبايلوت علشان تولد كونفيج اوتوماتيك، او ان ارجو سي دي بدا يدعم التنبيهات الذكيه على دريفت. فاحنا دخلنا مرحله الاي اي اللي بيخدم الديفوبس، وفي نفس الوقت ديف اوبس اللي بيخدم الاي اي، يعني دايره كامله. لو بصينا قدام هنلاقي ان المهندس اللي بيفهم التكامل ده هيبقى نادر. اللي بيعرف يبني بايب لاين، يشغل الموديل ويتابع اداؤه زي ما بيتابع الكونتينر، اللي بيفكر زي مهندس نظم بس بعين باحث بيانات. في النهاية التحول من ديف اوبس لام ال اوبس مش اختبار، ده تطور طبيعي. زي ما كنا بنقول زمان كل شركة هي شركة برمجيات، النهاردة بنقول كل شركة هي شركة بيانات وذكاء اصطناعي. ولو مش ماشي في الاتجاه ده هتلاقي نفسك ورا الركب بدري. ابدأ اقرأ عن الام ال اوبس، جرب أداة زي ام ال فلو، شوف ازاي التجارب ممكن تتوثق بشكل تلقائي، وجرب كيوب فلو على كلاستر محلي او لوكال زي ميني كيوب او كايند. الفكرة مش ان انت تبقى خبير ذكاء اصطناعي، ولكن انك تبقى فاهم ديف اوبس، فاهم ازاي تخلي الذكاء الاصطناعي ينتج بشكل آمن ومستقر. اكتب لي في الكومنتات هل شايف ان ام ال اوبس مجرد بازورد ولا هو فعلا المرحلة الجاية؟ وايه اكتر جزء شايفه ممتع في الموضوع؟ هل التدريب ولا المتابعة ولا النشر؟ انا احمد الفخراني، وده كان تحليل رحلة التحول من ديف اوبس لام ال اوبس. تابعني في الفيديو الجاي ان شاء الله عشان نكمل مع بعض رحلة الذكاء الاصطناعي جوه عالم الكلاود والديف اوبس.